أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج قاعدة مع التاريخ على قناة روح مصر. النهاردة معانا ضيف مش عادي خالص، ضيف من زمان فات، شخص عظيم وملحمة تاريخية ماشية على رجليها لدلوقتي. اسمه الملك مينا، مؤسس أول أسرة حاكمة موحدة في مصر. يلا بينا نرحب بيه. سلام عليكم يا أحلى جمهور. أنا الملك مينا ابن الصعيد، جاي ليكم مباشرة من مصر القديمة. وعليكم السلام يا حضرة الملك، والله شرف كبير لينا إنك هنا. قلنا يا مولانا، أنت مين أصلاً؟ جاي منين؟ أنا مينا الصعيدي من مدينة فيني في صعيد مصر. كبرت في زمن مصر كانت أسامي للوادي والدلتا، أو اللي بنسميهم دلوقتي مصر العليا والسفلى. الكل كان تحته حاكم وإله محلي، لحد ما جمعتهم ووحدتهم. إحنا سمعنا عنك في الكتب، بيقولوا إنك أول واحد وحد مصر العليا والسفلى. تحكي لنا إزاي حصل اللي اتكلموا عليه؟ شايف الصورة دي؟ دي أول معجزة دلت على التوحيد، التاج المزدوج. نص الأبيض لمصر العليا الصعيد، والأحمر لمصر السفلى الشمال. لبست التاج ده بعد ما خلصت معارك الدلتا، فرضنا الأمن على شمال مصر، والتاريخ سجل ده في لوحة مرمر. الراجل اللي عليه ده أنا، واقف بالتاج الأبيض في حتة وبالتاج الأحمر في حتة تانية. يعني الناس بتقول عليك ملك مينا وفي نفس الوقت في اسم نارمر، اختلفوا إنكوا واحد ولا إيه؟ بابتسامة، في ناس بتقول إن نارمر وأنا نفس الشخص. يمكن نارمر كان اسمي وأنا صغير، ومينا ده اسمي بعد ما اتوجدت. المهم إن الحاكم واحد. طيب، بعد ما وحدت مصر اخترت مدينة منف عاصمة، ليه اخترتها بالذات؟ مكانها استراتيجي عند مدخل الصعيد ووسط مصر العليا والسفلى. حواليها جبال زي أبو الهول والأهرامات اللي اتبنت بعد كده، ونيل كبير. كنا عايزين نقرب الزرع من كل حتة ونطمن على الشمال والجنوب. حصلنا المدينة بأسوار وزرعنا نخل على ضفاف النيل. يعني اختيارها كان زي ما بتقول قلعة في وسط البلد. برافو. طيب، نظام الحكم عندك كان عامل إزاي؟ أنا كفرعون كنت المدير العام، حطيت نظام للضرايب. كل منطقة تدفع حصتها من القمح لمخازن الدولة. كل إقليم كان ليه حاكم نوم بيجمع المحاصيل ويرسنها للعاصمة. الزراعة كانت قوية والنيل ما قصرش. كمان وحدنا العبادة بإله واحد حورس عشان الناس تبقى واحدة. زيدنا التجارة بره مصر، مع الشام عشان أخشاب الأرز، ومع السودان عشان دهب. إيه أكبر إنجاز ليك؟ إن مصر اتوحدت، دي اللي خلتنا قوة. في الشمال محدش يتعدى علينا، وفي الجنوب الأمور استقرت. أرسلت جيوش تحمي الحدود، وكل من هدد الأمن اتعاملنا معاه. يعني عملتها ضربة قوية من غير ما تتأخر. عملتها تحرير، مصر كانت محتاجة وحدة وعز. حتى جيراننا في الشام بعتولنا هدايا عشان يحترمونا. دلوقتي عندنا أسئلة من الجمهور. إزاي كان اسمك بيتنطق؟ في زماننا ما كناش بنكتب بالعربي. اسمي في الهيروغليفية كان على شكل سمكة نار وحرف مر، يعني نارمر، وبعدين اتقال مينا. سؤال تاني، إيه أهم ليك، التوحيد ولا تأسيس منف؟ التوحيد هو الأساس، من غيره ما كانش هيبقى فيه منف ولا تقدم. مين كان أكبر شريك تجاري ليك؟ تجارتنا كانت مع الشام خشب الأرز، والسودان ذهب. كنا بنستورد حتى بخور من العرب. إحنا كنا السوق العالمي زمان. آخر سؤال، بيقولوا إنك مت بسبب فرس نهر، ده صحيح؟ يا جماعة، الرواية دي حكاية خرافية. أنا مت في سلام ومحدش أخد ملكي. خلاص، كفاية فضول. شكرا يا مولانا، قعدتك كانت تحفة. العفو يا كريم، أنا دايما حاضر. اشتركوا في القناة، كل حلقة هنستضيف شخصية تاريخية تانية. مع السلامة.